الساعة كانت قرب 3 الفجر والشاطئ فاضي تماما. حسام كان قاعد لوحده على الرمل قدام البحر بعد ما أصحابه طلعوا يناموا في الشاليه. صوت الموج بس هو اللي مسموع والهوا بارد بشكل غريب. فجأة حسام لمح حد واقف بعيد جوه المية. في الأول افتكر إنه واحد بينزل البحر بالليل، بس الغريب إن الشخص ده كان واقف ثابت والمية واصلة لحد صدره ومش بيتحرك خالص. عدى وقت، دقيقة يمكن 2، وهو لسه واقف مكانه. حسام قام وقرب ناحية البحر شوية ونادى: يا باشا، انت كويس؟ مفيش رد، لكن فجأة الشخص اللي في المية رفع راسه وبص ناحيته. المسافة كانت بعيدة، بس حسام حس إن ملامحه غريبة، كأن وشه غرقان في الضلمة. وفجأة الشخص بدأ يمشي ناحيته، لكن من جوه البحر، خطوة خطوة، والمية بتتحرك حواليه لحد ما وصل عند مكان المية الضحلة. وهنا حصلت حاجة مرعبة. المية بقت لحد ركبته تقريبا، لكن جسمه اختفى فجأة. مفيش حد قدامه، المكان فاضي تماما. حسام وقف مصدوم مش فاهم اللي حصل، بس قبل ما يمشي من على الشاطئ بص تاني ناحية البحر، وساعتها لمح حاجة خلت الدم يجمد في عروقه. نفس الشخص واقف تاني بعيد جوه المية، ثابت وبيبص ناحيته. ولو حبيت قصص الرعب الغامضة، اعمل لايك واشترك في القناة عشان تشوف قصص مرعبة أكتر على رعب مع سامح.